محتاجين كميات قاعية قالت الرق، مش كده يا استاذ محمد؟ هنا لو سمحت لي بس وريني، اصل الرق بتاعك شكله جميل جدا جدا ومختلف الى حد كبير. وبعدين هو قبل التسجيل هو طبعا بزوقه وقال ان هو جزء من التعديلات هو اللي حطها، وكتير مشوا على نفس المسيره، مش كده؟ حطيت ايه بقى؟ هو المفروض ان انا اعرف ان الجلد ده لازم يكون جلد يا اما حيوان يا اما معز يا اما سمك او معز. الاصل من اول ما طلع سمك كان جلد سمك اللي هو بتاع الرشاق السمك كبير. ليه بقى غيرته بالبلاستيك الصناعي ده؟ هو طبعا جلد سمك لازم يكون اذا كان فيه رطوبه شويه فالجلده دي بيرخي ملهاش علاج، بتبقى زي حته القماش لما مبلوله ميه. ايوه. طبعا العازف عمل مجهود عشان يطلع صوت الايقاع يوصل للناس سليم، لان الايقاع ده مهم جدا طبعا. عشان يوصل للناس سليم مش هيعرف، لازم يجيب 5-6 رقاق يروح له الدفايه ويفضل يسخن ويكون معاه واحد يناوله بقى طول ما هو قاعد عشان. هو الاستاذ محمد العربي بيقول كلمه مهمه جدا، ان الرق مهمه جدا، الالات الايقاعيه هو كل عموم من غير ايقاع مفيش موسيقى، هي نغمات بس مفيش موسيقى، هو الايقاع اللي بيظبط. حضرتك اثرتي احلى كلمه قلتيها، ان مفيش موسيقى من غير ايقاع. طبعا. الايقاع اصله دقه القلب، ايقاع مشينا في الحياه ايقاع، الايقاع المهم السليم اللي يوصل، فده اللي عايز اوصله. هل اقدر استمتع بهذه الآلة سول لوحدها من غير مصاحبة عود بجزء معزوف؟ عايزين بقى في ليلة عيد كده واحنا في ليلة من ليالي عيد الأضحى المبارك قاعدين في لمة حلوة. ايوه. كل سنة وانت طيب. ومصر وكل العرب بخير وسلام. عايز يعني نموذج من السول اللي بعمله؟ ايوه. طيب حاضر. لا ايقاعات مختلفة يعني. ايه رايك في اللي سمعتيه ده؟ همسه اركان فؤاد، مش كده؟ همسه بابا بيقول عليكي صوتك حلو؟